جدتي كانت دايما تقولي العين بتاكل قبل البطن، والكلمة دي حقيقة. شوفي برشة بقدونس صغيرة غيرنا شكل الطبق وعملنا كونتراست كده في الألوان اللي موجودة في الطبق، وخلت معانا الشكل في حتة تانية خالص. تعالي بقى بينا نشوف الممبار القمر ده اتعمل ازاي، وقبل ما نعمله نشوف احنا نضفناه ازاي علشان يطلع معانا حلو وجميل، ما يبقاش فيه اي زفارة نهائي، واي حد ياكله ينبهر من جماله. طريقته سهلة وبسيطة، بس ما تنسيش تشتركي وتعملي لايك وتعملي شير للوصفة. جبت الممبار بتاعي من عند جزار يكون مضمون ان هو راجل كويس، وبدأت اغسله بالشكل اللي انت شايفاه ده. بيجي عليه دهون من بره، الدهون الزيادة بشيلها. انا مش بشيل كل الدهون، انا بشيل الدهون الزيادة اللي ممكن تعيق بعد كده معايا ان الرز يمشي جواه. بشيل كل الدهون الزيادة دي بالراحة من غير ما تقطعي الممبار بتاعك، عشان هو سهل يتقطع منك. فانت بتشيلي الحاجات دي بالراحة. ساعات بتحسي ان الممبار نفسه عليه طبقة من بره كده مش ظريفة، برضو بتشيليها وتنضفي كويس قوي الطبقة الخارجية دي، علشان احنا هنقلبها وتبقى جوه. هنقلبها ازاي؟ هنيجي من حرفه ونزق الحرف لجوه كده تحت المية، ونبدأ نحرك كده من تحت لفوق زي ما انت شايفة. هيبدأ الطرف التاني يظهر معانا من تحت. بصي لما ظهر معانا من تحت هنسحبه. احنا هنخلي الطبقة اللي فيها الدهون دي من جوه، عشان الدهون دي بتدي طعم حلو قوي في الممبار بتاعنا. وفي نفس الوقت الممبار من بره هيبقى شكله برضو جميل، عشان هيبقى ناعم وجميل. بصي يا ستي، انا قلبت الممبار بتاعي كله بكل سهوله زي ما انت شفتي كده، ولا احتجت ان انا اجيب عصايه، ولا احتجت قلم، ولا الكلام ده خالص. سفنجة بتاعه المواعين دي بس تكون نظيفه جديده لسه اول مره تستخدميها، وابدأي اجردي بيها الممبار بالشكل ده بين ايدك. هتلاقي الموضوع رخم شويه، حطيه في الحوض او على الرخامه وابدأي شدي. هتبصي تلاقي، بصي طلع معاكي بكل سهوله ازاي. طب ايه الطريقه التانية الاسهل؟ بالسكينه، وببدأ ان انا اسحب كل الطبقه اللي عليه من بره دي لتحت كده زي ما انت شايفه. طبعا بالراحه وبهدوء، واوعي تقطعي الممبار بتاعك. انا ببدأ ان انا اشد الاوساخ اللي بره دي كده بحرف السكينه بالراحه وانا نازله. كله طلع معايا بكل سهوله، والموضوع ما اخدش معايا غير لحظات. وهقلب على الناحيه التانية وابدا اشيل برضو الحاجات المش كويسه دي في الناحيه التانية، وانزلها بنفس الطريقه دي. وهبدا ان انا اي حته عدت مني كده ما شفتهاش او السكينه ما جابتهاش، هبدا ان انا اجيبها تاني لحد ما اخلص الحبل بتاعي اللي انا بدات اشتغل فيه. شوفي الفرق بين ده وبين ده عامل ازاي. يا ريت ما تشتغليش في الممبار وهو جزء طويل عشان هيغلبك قوي. وده بعد ما خلصت، بصي بقى كميه الاوساخ اللي طلعت منه، والممبار بتاعي بقى زي القمر. بديله شطفه حلوه كده واصفيه، وبعدين امسكه اعصر عليه ليمونه، واسيبه في الليمونه دي يا دوبك 5 دقايق، ما يطولش عشان الليمون ما يخليهوش يتآكل. الليمون ممكن يخليه يتآكل ويتهرى، بس احنا مش عايزين كده. فهم 5 دقايق بس بالظبط، وهنصفي المية دي وهنشطفه كويس قوي. الرز بتاعي غسلته وحطيته، عملت بصل في الكبة زي ما انت شفتي، والطماطم برضو في الكبة، والخضرة بتاعتي انا بعينها في الفريزر وبطلعها للاستخدام على طول. بالنسبة للتوابل مكتوبة قدامك اهوت على الشاشة. حطيت التوابل بتاعتي والملح والزيت، وهقلب ده كله مع بعضه كويس قوي. لو حسيت ان هو محتاج شوية صلصة احط له، بس هو مش محتاج، هو هيحمر معايا في التسوية. الممبار بتاعي همسكه اقطعه حتت كده، الحته تقريبا بتبقى 20 سنتي. ما تحسيش انها طويله، هو لسه هيكش في الاستخدام وهو على النار. فما تقلقيش، انت بس اعمليه بطول 20 سنتي وهيطلع مظبوط معاكي. عشان لو اقل من كده هتطلع صوابع صغيره قوي. ببدا ان انا احشيه زي ما انت شايفه كده، بفتحه بصوابعي الكبيره وببدا ازق فيه بالصابع الاوسط. يعني الصابع الكبير والابهام ماسكين الممبار، والصابع الاوسط بيزق الرز جواه. ما بملاش الممبار بتاعي رز قوي. بصي زي ما انت شايفه بسيبه مهوي كده عشان الرز بتاعي لسه هيستوي وينفش، فما يفرقعش معايا. انا خلصت الكميه بتاعتي كلها ونضفتها من اي رز عليها من بره، وجبت الصاج بتاعي وبدات ارصها فيه. ما تستغربيش من الصاج، ايوه انا بسويه في الفرن، مش بسويه على النار. على النار بيبقى فرصه انه يفرقع اكبر، وناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. وفي بقى حبل طويل كده قلت هعمل بيه ممبار بوبس. جبت بقى الممبار وحشيته على شكل حتت صغننه كده، وبدات ان انا اربطه بالخيط زي ما انت شايفه كده. قطعت حته خيط صغيره وامسكها بقى اربطها بين الحته والتانيه. وطبعا لازم اسيب فراغ للرز لما الرز يستوي يتمدد فيها، عشان الرز حجمه بيزيد. فمربطش وهو صغير قوي زي ما انت شايفه كده، في فراغات اهو واخد راحته خالص علشان ما يفرقعش معايا، والرز يستوي ويطلع معايا مظبوط. هبدا ان انا ارص بقى الممبار بتاعي كله كويس قوي. في الوقت ده انا مجهزه الكاتل بتاعي بميه بتغلي على النار. ميه بتغلي قصدي. انا الممبار مش هحط له ملح تاني عشان انا ظابطه الملح بتاعه، فانا هحط ميه بس. لو انت حاسه
حاسه ان الملح قليل ممكن ترشي رشه ملح ورشه توابل. انا ظابطه الخلطه بتاعتي فالدنيا تمام. حطيت بقى الميه اللي بتغلي معايا زي ما انت شفتي كده، والفرن والع على اعلى درجه، وبدات ان انا اغطي الممبار بتاعي. مش هيتغطى تماما، لا الميه هتبقى يدوبك حواليه. غطيته بقى بالفويل ودخلته الفرن على اعلى درجه ربع ساعه، وبعدين هديت له النار شويه وسبته يستوي. وده شكله لما استوى اخد معايا كله من الاول للاخر حوالي نص ساعه. وده شكل الممبار بتاعي. بصي ما شاء الله استوى وخد راحته بقى زي الفل. والرز اللي طالع منه ده طبيعي، عشان بيبقى فيه ساعات حتت كده في الممبار ايه متفتحه مش واخدين بالنا منها. وادي الممبار بتاعي اهو، سبته لما هدي خالص وبدات ان انا بقى احمره. ممكن تحمريه في طاسه البطاطس على النار زي ما بتحمري البطاطس في الزيت، وممكن بقى زي ما انا عملت كده تدهنيه زيت كويس، بس اديله دهنه كده حلوه من تحت ومن فوق وتدخليه الفرن. ممكن الناس اللي بتعمل دايت تحمره في الاير فراير. انا دهنته دهنه زيت حلوه ودخلته على الرف الاوسط في الفرن وولعت له الشوايه، وبقى بالشكل الرهيب اللي انت شايفاه ده. طبعا انا قلبته في نص المده علشان ياخد اللون بتاعه من كل الجهات. وبدات البوبس بتاعي كده اقطعه واشيل منه اي خيوط زياده واحطه في الطبق بتاعي. عايزه اقول لكم هو نفس الطعم بالظبط، بس الشكل جديد ويشد، خاصه لو عندك عزومه هتبقى حاجه جديده كده تشرفك قدام الناس. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تصلي على سيدنا محمد وتعملي شير ولايك وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، وانتظريني في وصفات تانية كتير. وطبقي الوصفه وقوليلي ايه رايك فيها.